السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثاني، الصف السابع، المنهاج السوري، قواعد اللغة، المجرد والمزيد. الفعل المجرد والمزيد. الفعل المجرد هو كل حروفه أصلية، والحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يمكن الاستغناء عنه ليبقى لفظ الفعل ومعناه صحيحا. والفعل المجرد منه ثلاثي مجرد، مثل قتل، شرب، أكل، نظر، وكلها أحرف أصلية. ومنها أيضا الفعل المجرد رباعي مجرد على وزن فعللة، مثل زلزل، وسوس، دحرج، بعثر. وأنتم ترون أنها كلها 4 أحرف، لهذا على وزن فعللة. والفعل المزيد ما زاد عن حروفه الأصلية بحرف أو حرفين أو 3، وجمعت حروف الزيادة بكلمة سألتمونيها. هذه الكلمة مهمة جدا. والفعل المزيد منه الفعل الرباعي، مثل أخرج أصلها خرج، جالس جلس، تكسر كسر. ومنه أيضا الفعل المزيد الفعل الخماسي، مثل تعلم أصلها علم. وأنتم ترونها أنها 4 أحرف ولكنها 5، لأن الضعيف يوجد فوق اللام، وهذا تحسب حرف. وهنا تعلم علم أصلها، وأحرف الزيادة هم التاء والتضعيف. تجاهد أصلها جاهد، انكسر كسر، اجتمع جمع، احمر حمر. ومنه أيضا الفعل المزيد الفعل السداسي، مثل استقبل، استطاع، استخدم، استغفر، استعمل. وهذه كل حروفه الأصلية هم الحروف المزيدة هم الألف والسين والتاء، وكل حروف الزيادة هم في كلمة سألتمونيها. القاعدة: الحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يمكن الاستغناء عنه ليبقى لفظ الفعل ومعناه صحيحا. والفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية في الماضي، وهذه مهمة. وهو من حيث عدد حروفه نوعان، ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. مثلا يجلسان، هذه أنتم ترونها هي مضارعة، ولكن يجب أن تكون في الماضي. كيف نعرف إذا كانت مجردة أو مزيدة؟ نردها إلى الماضي فتصبح مع الضمير هو جلس. هذه مهمة. في أي كلمة لازم تضيف لها ضمير هو، فتصبح هو جلس. والفعل المزيد هو ما يزيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر، وجمعت حروف الزيادة في كلمة سألتمونيها. وهذه الكلمة مهمة جدا. وهيك بيكون انتهى الدرس. لا تنسوا تحطونا لايك واشتركوا بقناتي واضغطوا على زر التنبيه منشان يوصلكم كل جديد. يلا مع السلامة.